السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الفيديو ده هنتكلم فيه عن حاجة اسمها الflow symbols. طيب يعني إيه flow symbols؟ دي عبارة عن الرموز اللي أنا باستخدمها عشان أعبّر عن الحاجات اللي ليها علاقة بمعدل السريان أو بالflow measurement بتاعي. يعني أنا على سبيل المثال عندي جهاز اسمه flow transmitter. الflow transmitter أو transmitter ده هو كل دوره إن هو يقيس flow. طب يا ترى هو نوعه إيه؟ ده اللي إحنا عايزين نتعرّف عليه. عندنا أنواع كتير من الflow element أو الflow transmitters اللي أنا ممكن أستخدمها. على سبيل المثال أنا ممكن يكون عندي flow transmitter بيعتمد على حاجة اسمها الorifice plate، تمام، delta B transmitter، وعندي turbine meter وrotameter وventuri وmass flow meter وmag meter وbetted tube وflow nozzle وannular tube mutating disk weir and flump ultrasonic وفورتكس وكريوليس وجير فلو ميتر. طب انا دلوقتي عندي انواع كتير من الفلو اليمنت اللي انا بستخدمها كفلو ميتر بالنسبه لي. فانا محتاج ان انا اتعرف على الاشكال بتاعتها، وكذلك لو انا عندي فلو ترانسميتر في الموقع مثلا في الفيلد على مواسير، يا ترى شكله عامل ازاي؟ ده اللي احنا هنتعرف عليه. طيب اول حاجه بيقول لك هنا انت لازم تفرق ما بين الفلو اليمنت والفلو انديكيتور. طب انا عندي الترانسميتر ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن element بيقيس الفلو، بيحس بالفلو اللي هو زي الاورفيس بليت والنيوتيتنج ديسك والكلام ده. والترانسميتر نفسه اللي بياخد الاشاره دي وبيبدا ان هو يحولها لاشاره كهربائيه مثلا لغايه الكنترولر والكنترول روم اللي انا قاعد عليها. يبقى دلوقتي انا عندي حاجه اسمها الانديكيتور اللي هي الشاشه اللي بتعرض لي القيمه، والاليمنت اللي بيحس نفسه، السنسور نفسه اللي بيحس بايه؟ بالفلو نفسه. طيب يبقى أنا دلوقتي عندي flow معين باقيسه على حسب معدل السريان بتاعي بكيلو جرام بير اور أو بجالون بير مينيت، على حسب هو volume flow rate والّا mass flow rate وهكذا. تمام؟ طيب يبقى أنا دلوقتي عندي مجموعة من الحاجات اللي أنا لو شُفتها في الBA&ID أقول إنها related بالflow. زي إيه مثلًا؟ زي مثلًا كلمة FE. FE يعني flow element، يعني element بيحس بالflow. طب الشاشة اللي بتعرض لي الرقم ده اسمها flow indicator. طيب لو أنا عندي بقى ترانسميتر كامل زي ما هو في indicator في الفيلد هو بيبعت له قيمة لغاية مثلًا متحكم أو لغاية الكنترول روم، فده اسمه flow transmitter. طب لو هو بيسجل القراية نفسها فده اسمه flow recorder. طب الحاجات دي كلها في الفيلد، الكنترولر ده برضه ممكن يكون في الفيلد. طب أنا عرفت منين إن هو في الفيلد؟ ما هو ما فيش الhorizontal line اللي موجود في النُص، فده في الحالة دي هو ده في الفيلد مش في remote location لو هو بعيد عن المُعدة اللي هو بيقيسها. على سبيل المثال لو أنا عندي كنترولر هنا وrecorder الloop number بتاعه 40، ففي الحالة دي زي ما إحنا شايفين هو موجود في remote location. طب لو أنا عندي flow alarm، يعني إيه بقى flow alarm؟ يعني مثلًا الflow أول ما بيعدّي قيمة معيّنة بيدّيني alarm. طب أقل من قيمة معيّنة برضه بيدّيني alarm، فالalarm ده ممكن يكون عبارة عن high alarm أو low alarm. بيدّيني مثلًا alarm لمّا الflow بيزيد عن قيمة معيّنة أو لمّا الflow بيقل عن قيمة معيّنة. طيب دي حاجة. هنا برضه recorder محطوط فين؟ محطوط في remote location، يعني مش محطوط في الfield. الloop number بتاعه 65. طب ده برضه نفس النظام الFIC، ده برضه remote location اللي هو flow indicating controller. فهو زي ما هو controller هو برضه بيعرض لك القيمة نفسها في مكان تاني غير الfield. طيب لو جينا بقى بصينا على الelement نفسها، لأ ده أنا عندي element كتير. زي إيه مثلًا؟ زي إن أنا عندي حاجة اسمها الbetted tube، تمام، عندي حاجة اسمها الmagnetic flow meter، الpositive displacement، الweir، الflum. الحاجات ديّة إحنا اتكلمنا عليها بالتفصيل في كورس بعنوان process control and instrumentation. طيب ده الorifice نفسه، شكل الorifice اللي أنا باحطه ما بين الdelta B transmitter عشان يقيس لي الflow. طيب لو أنا عندي flow transmitter محطوط online أو inline يعني على الماسورة نفسها داخليًا، فده بيتقال عليه FT أو flow transmitter. طيب لو في element جوّه ولكن الtransmitter نفسه برّه كده، فهتلاقي الشكل ده هو اللي موجود، وغالبًا ده أصلًا الشكل اللي بيكون موجود. الelement نفسه بيكون ماشي في الprocess piping نفسها، ولكن الtransmitter بيكون عالي من فوق، ماشي؟
طيب ده فلو سويتش. يعني ايه فلو سويتش؟ نفس الفكره في الالارم كده، اول ما الفلو بيعدي قيمه معينه، لا اما يدي الارم هاي او لو، او يبدا ان هو يشغل حاجه معينه زي بامب مثلا، زي يفتح بلف وهكذا. ماشي. عندي حاجه تانية اسمها الفنشوري تيوب والنوزل. الحاجات ديت كلها اتكلمنا عليها زي ما احنا قلنا قبل كده في كورس وفيديوهات بعنوان فلو ترانسميتر او فلو ميتر. طيب عندنا حاجه تانية اسمها الروتاميتر والتربن ميتر. ماشي. الحاجات ديت كلها هي عباره عن element انا بستخدمها عشان اقيس الفلو. طيب عندي حاجه هنا اسمها الفورتكس ميتر كذلك، الفلو اورفيس كذلك. طيب الفلو اورفيس ديت هي ايه لازمتها؟ هي ممكن تكون لازمتها انها بتحقق لي الدلتا بي اللي على الاب ستريم والداون ستريم بتاع الاورفيس، وبالتالي عن طريق الدلتا بي اللي بيحصل ده هي بتقيس لي الفلو. طب هل في حاجه تانية؟ انا ممكن يكون عندي مثلا فلو بلس، يعني هو عباره عن زي انديكيتور كده بيحسب لي هو الفلو تقريبا قد ايه. طب شكلها عامل ازاي؟ ده الشكل بتاعها في الفيلد. طيب عندي حاجه اسمها باسكت سترينر، زي فلتر كده بيتحط قبل الفلو ميتر نفسه. عندي حاجه تانية اسمها دوبلكس سترينر، برضو عباره عن زي فلتر كده بيتحط قبل الفلو اليمنت نفسه. عندي حاجه اسمها البيت تيوب. عندي حاجه اسمها الويدج ميتر. عندي حاجه اسمها الفلو كونديشننج ديفايسز. يعني تقدر تقول عليها انها بتخلي الفلو ماشي في اتجاه معين، او ستيدي مثلا لامينر فلو. يعني كل الاشكال ديت هي عباره عن اشكال بتعبر عن اجهزه، يا اما بتستخدم كفلو اليمنت او بتخدم عليه. مثلا انا عندي هنا الاي تو بي ترانسديوسر او الكونفرتر اللي بيحول الاشاره الكهربائيه اللي جايه من الترانسميتر او اللي جايه من الكنترولر لغايه اشاره هوائيه مثلا تروح للكنترول فالف او الفاينل كنترول اليمنت. لو انا عندي كنترولر مرتبط بسيستم دي سي اس، ففي الحاله ديت بيتحط دايره جوه مربع. طيب لو هو محطوط مرتبط بسيستم بي ال سي زي ما احنا قلنا قبل كده، فبيتحط معين جوه مربع زي ما احنا شايفين. وده طبعا شكل للالتراسونيك فلو ميتر بتاعته. طيب عندنا ايه تاني؟ هو هنا بيبدأ يقول لك الأنواع بتاعة الفلو عبارة عن إيه؟ عندي حاجة اسمها التربلنت فلو، وده في الحالة دي السرعة بتاعة الفلو بتكون عالية جدا، أو بيحصل تربيديتي فلو. يعني الفلو نفسه ما بيكونش فلو لاينز كده، لا ده بيكون فيه تموجات في الفلو نتيجة إن أنا عديت من مناطق بتكون ضيقة، أو في تغير في الاتجاه بتاع الحركة، أو المواسير نفسها القطر بتاعها بدأ إن هو يقل، أو السرعة نفسها عالية. في الحالة دي بتعمل disturbance في الفلو نفسه. طب لو أنا عندي الفلو بتاعي لامينر أو ستريم لاين، فده معناه إن الخطوط بتاعت الفلو كأنها ماشية إيه؟ كأنها مثلا جنب بعض كده موازية لبعض. ده اسمه اللامينر أو الستريم لاين فلو. إنما التربلنت فلو هتلاقي الفلو ماشي كده وكله داخل في بعض. ده نتيجة إن أنا مثلا بخلي الفلو بيمشي بسرعة كبيرة جدا من مساحات صغيرة، أو مثلا من تانيات أو كيعان موجودة في المواسير نفسها. طيب عندنا إيه تاني؟ هو هنا بيبدأ يتكلم عن التأثير بتاع البايب ديامتر. وهنا بيبدأ يقول لك هو إيه اللي هيحصل لو القطر بتاع الماسورة بدأ إن هو يقل. قال لك ساعتها في الحالة دي هيحصل باك بريشر على المنطقة اللي أنت بتضغط بيها الفلويد بتاعك. تمام. في نفس الوقت السرعه هتبدا انها تزيد من الخرج بتاع الماسوره دي. نفس الفكره بتاعت الخرطوم بتاع الميه، لو ابتديت ان انت تضغط عليه جامد كده شويه، فده هيعمل ايه؟ ده هيخلي ان السرعه بتاعت الفلويد اللي طالع من الخرطوم هتبدا انها تزيد، والضغط هيبدا ان هو يقل. امال هو هنا ازاي بيقول ان الضغط هيزيد؟ لا، ما هو انت كده هتعمل باك بريشر على السورس اللي بيجيب لك الميه نفسها، اللي هو مثلا الحنفيه. ففي الحاله دي ممكن تلاقي الضغط رجع على الخرطوم من البدايه ومن الحنفيه. فساعتها في الحاله دي ممكن تلاقي الخرطوم اصلا فك من الحنفيه لو انت مش مربط عليه كويس يعني. يبقى انا دلوقتي ممكن يحصل عندي تيربلنت فلو لو انا عندي انحناءات مثلا او تنيات موجوده في المواسير بتاعتي. طيب نراجع الحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده. هو الحاجات ديت معناها ايه؟ اول حاجه عندنا هنا هي الفيلد ماونتد انسترومنت. يعني دي حاجه موجوده في الفيلد. لوكال نير ديفايس. يعني ايه لوكال؟ يعني هو جنب الحاجه اللي انا عاوز اقيسها. انا مثلا عاوز اقيس بريشر في الحته دي، فهو محطوط مثلا فوقيها جنبها. ده الشكل بتاعه. طيب عندنا شكل تاني هو الشكل ده. ده الريموت لوكيشن. يعني انا بقيس حاجه مثلا
ولكن الdigital number نفسه اللي أنا باقيسه ممكن ما يكونش جنبها، ممكن يكون بعيد جنبها شوية، ممكن يكون بعيد عنها شوية. طيب عندي حاجة تانية هو remote location ماشي، ولكن في الحالة دي هو أنا عندي ال الحاجة ديّة مش موجودة في control panel، لأ هي behind الcontrol panel، أنا مش قادر إن أنا أشوفها ماشي. طيب إيه ده بقى؟ لو جيت بصيت هنا كده هتلاقي مكتوب إن هو remote field instrument، يعني هو موجود في الfield وموجود برضه كremote instrument، يعني موجود في الاتنين ماشي. الرقم نفسه هتلاقيه ظاهر لي برّه في الfield وهتلاقيه برضه ظاهر لي في الcontrol panel ماشي، جميل جدًا. طيب هنا بيقول لك شوية خواص، زي مثلًا هو بيقول لك ممكن يكون موجود في الfield أو الlocal control panel، عبارة عن شاشة بتعرض لي الحاجة نفسها، وكذلك برضه زي ما هو موجود في الfield أو في الcontrol panel اللي هي الlocal، هو برضه موجود في secondary control room موجودة عندي. طيب ده برضه نفس النظام، ولكن في الحالة دي هو مش available للprocess technician، يعني هو مش قادر إن هو يشوفه، ولكن هو موجود في الsecondary control room اللي أنا مثلًا بابقى قاعد عليه. طيب ده بالنسبة الinstrument نفسها، لو أنا ابتديت إن أنا أحطها في مربع، فأنا كده ربطته بsystem DCS أو distributed control system. طب لو أنا خليته في معين جوّه مربع، فأنا في الحالة دي ربطته بsystem PLC. طيب مراجعةً اللي إحنا قُلناه، يبقى أنا دلوقتي عندي حاجات كتير بتأثّر على السرعة بتاعة الflow بتاعي، وبالتالي بتأثّر على الflow اللي معدّي، زي إيه مثلًا؟ زي الكثافة. الكثافة والviscosity اللي هي اللزوجة لمّا بيكونوا عاليين، ده بيأثّر على الflow rate والسرعة بتاعة الfluid. كذلك برضه درجة الحرارة، درجة الحرارة برضه بيكون ليها تأثير على الflow اللي بيكون معدّي، لإن طبعًا درجة الحرارة لمّا بتتغيّر الdensity والviscosity نفسها بتبدأ إنها تتغيّر، ففي الحالة دي السرعة بتاعة الfluid بتبدأ إنها تتغيّر. طيب يبقى أنا دلوقتي عندي element معيّنة والtransmitter، الelement ده هو عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن الحاجة اللي بتقيس الflow عشان تقدر إنها تتحكم فيه مع الtransmitter. يبقى أنا ممكن يكون عندي transmitter نوعه مثلًا delta B transmitter مع orifice plate، هو كل دوره إن هو بيعمل إيه؟ رقم 1 هو الelement نفسه في الحالة دي هو الorifice plate delta B cell اللي بتقيس الflow ماشي. طيب الرقم اللي بيطلع ده بيطلع للtransmitter نفسه عشان أقدر إن أنا أقيس الflow. يبقى أنا دلوقتي عندي الtransmitter ده بيقدر إن هو يقيس الdelta B، بيبدأ بعد كده إن هو بيحوّل الdelta B دي لغاية flow، باقدر بعد كده إن أنا أبعته للcontroller بحيث إن هو يبدأ يغيّر في البلوف بتاعتي، يفتح بلف، يقفل بلف وهكذا. يبقى أنا دلوقتي عندي الflow control loop بتاعتي بتعتمد على إيه؟ بتعتمد إن أنا رقم 1 بيكون عندي حاجة اسمها إيه؟ عندي حاجة اسمها الflow element. الflow element ده اللي بياخد الإشارة اللي هو الsensor device نفسه، اللي بياخد منه الإشارة هو الflow transmitter ماشي. وفي بعض الأحيان هو بيتقال على الجزء ده كله هو الflow transmitter. الflow transmitter بيبعت إشارة كهربية لغاية الflow controller. الflow بقى controller ده بيبدأ إن هو يبعت إشارة برضه كهربية لغاية I to B، والI to B ده بيحوّل الإشارة الإلكتريك لإشارة نيوماتيك. الإشارة النيوماتيك دي تبدأ بعد كده إنها تدخل على مثلًا control valve هنا. control valve ده هو كل دوره إن هو مثلًا بيتحكم في فتحة معينة فيزوّد الflow أو يبدأ إن هو هيقلل الflow وهكذا. يبقى ده باختصار الflow control loop بتشتغل إزاي، اتكلمنا برضه عليها بالتفصيل قبل كده في الplaylist بعنوان الflow measurement تمام. يبقى الغرض منها إن أنا أتحكم في السرعة بتاعة الflow بتاعي أو الflow بتاع الfluid بتاعي اللي موجود في الsystem. الelement هو كل دوره إن هو جزء من الcontrol loop، بيقدر إن هو يdetect الflow بتاعي عامل إزاي دلوقتي. طب بالنسبة لشوية حاجات تانية زي إيه؟ زي مثلًا flow recorder، هي عبارة عن حاجة بتسجل الflow كل ثانية، هو بيقيس الflow كل ثانية، يعني كل ثانية كده بيبدأ يقول لك الflow دلوقتي مثلًا 5000 كيلو جرام per hour، الثانية اللي بعدها بقى 5001، الثانية اللي بعدها بقى 4999 وهكذا. طيب بالنسبة لحاجة اسمها الhigh flow alarm والlow flow alarm، هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن ألارمات بتبدأ إنها تضرب لمّا إيه اللي يحصل، لمّا الflow بيبدأ إن هو يوصل لقيمة معينة.
يعني مثلًا الflow بدأ إن هو يزيد عن قيمة معيّنة، فيبدأ alarm ييجي لك يقول لك خلّي بالك الflow زاد. طب لو هو low flow alarm برضه نفس النظام، أول ما الflow يبدأ يقل عن قيمة معيّنة، يبدأ برضه ييجي لك alarm يقول لك خلّي بالك الflow بتاعك بدأ إن هو يقل. إحنا كده خلّصنا الفيديو بعنوان الflow symbols، ده كان كل اللي إحنا محتاجين نتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده، وشكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.